صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروقان على احلى ناس في الدنيا. النهارده اعمل لكم طاسه سجق وبسطرمه بصوص الجبنه السايحه. بس ايه حدوته، نجهز الحاجه ويلا بينا. في حل على النار هنبدأ نحط مكعبين زبدة وشوية زيت، والزيت ده عشان الزبدة لوحدها ممكن تتحرق. أول ما الزبدة تبدأ تسخن وتسيح كده هنحط 3 معالق 4 معالق من الدقيق، وهنقلب تقليبة حلوة لحد ما الدقيق يستوي مع الزبدة. المرحلة اللي احنا بنعملها دي اسمها رو، احنا كده كأننا بنعمل صوص البشاميل. بعد كده هنبدأ نحط لبن واحدة واحدة واحنا بنقلب لحد ما يوصل معانا لصوص الكريمه. احنا كده بنعمل بشاميل يا جماعه. لو اي واحده لسه متجوزه جديده او اي حاجه، بصوا شويه كريمه. لو انتوا عندكم بقى كريمه وحابين تزودوا التيست وتعلوا التيست اختياري ممكن تحط، ما عندكوش مش مهم. احنا كده خلصنا الصوص. بقول لكم ايه، بعد كده بقى انا عندي شويه كريمه، وطبعا يا جماعه ده اختياري، بس انا عندي شويه كريمه في الثلاجه فقلت استعملهم ونعلي التيست. امال هستعملها امتى يعني؟ انا في مطبخي جاي ادلع نفسي. بعد كده في طاسه على النار هنحط شويه زيت صغيرين وشويه سجق. لو السجق عندكم نسبه الدهون بتاعته عاليه ممكن نشيل السجق، نشيل الزيت خالص او اي ماده دهنيه. هنشوح تشويحه حلوه. انا اكتشفت ان السجق بتاعي فيه جوسي شويه، فاهمين قصدي؟ يعني في نسبة دهون أكتر. فبعد كده سبت السجق بقى يتحمر براحته، وعندي أي نوع جبنة ممكن تتخيلوا، أي حاجة أنتوا موجودة عندكم حطوها. أنا عندي شيدر أصفر وشيدر أحمر، بدأت أبشر الاتنين عشان أنا هم دول اللي هعمل بيهم صوص الجبنة السايحة. فاكرين البشاميل اللي احنا عاملاه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ هبدأ أخد الجبنة بقى اللي احنا حطيناها دي ونحطها على البشاميل، وهقلب لحد ما الجبنة دي تسيح خالص. انا مش عايز اشوف اثر للجبنه، انا عايز اشوف طعمها في الصوص. بعد كده شويه فلفل اسود وشويه مرقه. انا عايز اعلي التيست كده سيكه، ما رضيتش احط ملح عشان الجبن ملحه، السجق متبل، فناخد بالنا من التفاصيل دي. بعد كده هلف لفه حلوه كده على الصوص. كده الصوص بتاعنا جاهز والسجق بتاعنا جاهز. هبدا احط ده على ده وهنزل واحده واحده. يا لهوي دي حدوته. انا النهارده يا جماعه جاي ادلعكم. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات بتحبوا السجق اكتر ولا بتحبوا البسطرمه اكتر؟ وعلى فكره احنا ممكن نعملها بالسي فود براحتنا بقى يا جماعه. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. عايزين نطلعه بقى زي المطاعم، هنبدا نحط لون طعام اصفر وهنقلب تقليبه كده، هيبدا يطلع معانا اصفر كده بالشكل ده لو احنا عايزين نطلعه. فده في ايدينا في مطبخنا بقى. حابين تخلوه اصفر تمام، حابين نخلي الصوص احمر نحط لون طعام احمر. هنقلب تقليبه حلوه وادخلها الفرن تاخد وش. على فكره انا كنت ممكن احط شويه جبنه موتزاريلا على الوش، فانا بقى حبيت شكل الاصفر الصراحه، فعملت الصوص كله باللون الاصفر. فانتوا يا جماعه بقى براحتكم، انا سايب لكم الملعب تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. هبدا اقلب تقليبه حلوه، وعندي بقى كام شريحه بسطرمه. ابدا ايه بقى احمرها. بص الصوص عامل ازاي، بص الجبنه السايحه لما ساحت في يا لهوي يا دي حد. انا جوعت يا جماعه وانا بكلمكم، وانا اصلا يعني ايه جعان سيكه، حاسس ان انا لسه صاحي كده وجعان سيكه. نيجي بقى للبسطرمه. انا حوالي ب 25 جنيه بسطرمه، ده ايام الرخص ده ولا انا مش عارف. المهم يعني يا جماعه حطيت البسطرمه، سويتها كاني بقى هعمل بيض بالبسطرمه، اديتها تشويحه كده وتشويحه كده. بعد كده جبت الصوص بقى اللي احنا عاملينه اللي هو متغرق جبنه سايحه. انا النهارده يا جماعه والله العظيم بدلعكم. سهله بسيطه، ممكن اي حد يقدر يعملها في البيت. يعني انا متهيألي لحد دلوقتي الدنيا مش صعبه، ولو صعبه اكتبوا لي ان هي صعبه، انا كده كده هكتب لكم المقادير وكل حاجه في الحلقه. ابدا اقلب البسطرمه اتشوحت، والله العظيم محتاجه بيضتين دي. المهم بقى انا حطيت عليها صوص جبنه مكان البيض. ابدا برضو ادخلها الفرن، بس لقيت عندي قطع جبنه موتزاريلا، فانا حطيتها على الوش، ما غرقتش الوش عشان ما بهدلش كده ايه، ما بهدلش الوش، لا انا عايز اللون الاصفر الحلو. وطلعت على الفرن بقى تاخد وش. انا عايز الجبنه دي تسيح كده. احنا عملنا السجق والبسطرمه. ممكن نعمل طبعا ايه، نحط فراخ، نحط سي فود يا باشا في مطبخك. انا عايزكم تدلعوا نفسيكم، احنا هنعيش كم مره. وبعد كده نعمل فورمه بعدين. بعد كده انا عندي عيش فينو او عيش بلدي، الحاجه اللي موجوده عندكم. هنبدا نقطعها. وطبعا انا كده شكلي كده خلصت حلقه النهارده. هبدا ادوق، انا لقيتها سخنه سيكه كده. فانتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور وتعملوا سبسكرايب على حسب الحته اللي انتوا بتتفرجوا على الحلقه فيها. ما تنسوش تقولوا لي عايزين تشوفوا حلقه ايه. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.